ترانت ألكسندر. مترو كان يحب الجزاء، وبعد ذلك أشار الحكم إلى علامة الجزاء. نشوفها مرة أخرى. أعتقد أن الحكم سيذهب للتأكد من التغطية. نيفيز وسفيان. سعود قرب له كرة عرضية ليست لأحد، أقرب إلى ياسر، وبعد ذلك ياسين قبل خروجها يبعد الكرة طويلة سيرجي راسية. صالح استقبال واستلام ومحاولة، صالح مرور تغطية، الكرة أقرب لبارك، وبارك لسفيان. عيناوية في هذه الوضعية خطيرة جدا لمصعد كاكو. تمريرة الرد باتجاه سفيان وأبو أقرب. سريعا فقد الكرة كثيرا في مجريات هذا الشوط، لذلك كان رد العين سريعا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب إيريك، وبذلك ينتهي مجريات هذا الشوط تعادل الفريقين في لقاء الإياب في مجرى الشوط الأول بهدف لكل منهما وسط هذه الأرقام التي ظهر بها. صعب شوط بدأ فيه الهلال رماك هدف فريق العين. وسط الملعب يا عبد العزيز أعتقد أنه في مساحات كبيرة جدا للاعبين فريق وسط العين، بحيث انه باستطاعتهم تناقل الكره بشكل سلس فيما بينهم، يوصلون الى مرمى فريق الهلال بخطوره. نعم. في المقابل فريق الهلال في وسط الملعب اعتقد انه لا يوجد فيه سوى نفز، واعتقد مساحات كبيره ما يستطيع نفز لوحده ان يغطي هذه المساحات، فمن الطبيعي ان تحصل هذه الهدف هذا وهذه الاخطاء، بالاضافه الى انه الاخطاء نفسها تكررت في المباراه هذه. نعم. جيد. وصل العين في عين. يعني هذا كاكو، شوف تحركات كاكو، شوف سوء التمركز من لعيبه الهلال او سوء التركيز. لاعب مثل كاكو اللي المهاجم الثاني يعتبر الفريق يترك دائما يكون قادم الخلف. عينك على كاكو، شوف تحركاته، لا في لاعب من الوسط رايح معاه ولا في واحد من المدافعين شاعر انه في لاعب دخل 18 لاعب. لاعب خطير مثل كاكو لا يمكن يترك انه يتحرك. يعني الفرصتين الخطرات تقريبا لفريق العين، اللي الاولى كانت خطره بالهد من كاكو والثاني اللي سجل منها في بطاقة التأهل إلى النهائي. شكرا لمتابعتكم. أما الآن عودة للزميل العزيز عبد العزيز البكر بعد فاصل قصير. لنهائي القارة الآسيوية بعد فوزه برغم أن الهلال سجل الهدف الثاني.